اهلا وسهلا بكل متتبعي قناه توب سيام. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو كيف العاده في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا معايا غريبه بسيطه وسهله وبمذاق ولا اروع. خليكم معايا لاخر الفيديو. فاحنا غادي نحتاجوا 5 ديال البيضات. فانا سبق لي وجدت معكم هاد غريبه، كنت وجدتها معكم بمناسبة العيد، لكن كانت مع مجموعة من الحلويات. اليوم قلت ننزل لكم لا فيديو وهي هكا بوحديتها. فانا غندير واحد 2 ساشي ديال الفاني، غنضيف كأس سكر، الكأس الثاني غادي نطرب هاد المكونات كيف ما كتشوفوا معايا. كنستعن دائما بالطراب اليدوي. كيف ما كتشوفوا كنضيف كأسين من زيت نباتية. صراحة بدون جهد كتجينا نتيجة رائعة ديال هاد الغريبة. كنتمنى انكم ان شاء الله تجربوها. صافي، فانا كنخدم هاد المكونات كيف ما كتشوفوا معايا. فانا هنايا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال العسل اللي كتعطينا واحد التعليكه زوينه لهاد الغريبه. غنضيف 2 لايف ديال الكوك اللي يكون ميدم. فدائما هاد النوع ديال الغريبه كتبغي الكوك يكون ميدم، فانا درت هنايا 2 لايف اي ما يعادل 500 غرام ديال الكوك. صافي، فانا كنبقى دائما هكا بالطراب حتى كيبدا ينسجم ليا الخليط. فانا هنا غادي نضيف 2 خميرة الحلويات من فئة 16 غرام. ممكن تستعملوا غير واحد الساشيه فهي كتكون كافيه. فانا هنا خديت زلافه ديال الكاوكاو او الفول السوداني. فصراحه كتجي غنضيف زلافه اخرى. الاولى كانت كاوكاو، الثانيه غادي تكون زنجلان. راه كيف ما قلت لكم من قبل كتجي واحد المذاق زوين صراحه بزاف. مذاقها زوين، يعني كاين غير الكوك كاوكاو الزنجلان، يعني المذاق راه كيكون روعه. صافي كنجمع هاد المكونات. بالنسبه لكم البنات كاقتراح ممكن في الاخير تضيفوا واحد الكاس ديال السميده اللي تكون رقيقه باش كتجي شويه شاده راسها. فانا هنا زدت واحد القبصه ديال القرفه. كيف ما قلت لكم الا ضفتوا واحد الكويس صغير ديال السميده رقيقه كتجي صراحه زوينه وكتجي شاده راسها. بالنسبه لي انا هنا راها جات خفيفه بزاف وكتجي حساسه، يعني من الاحسن تضيفوا داك الكاس ديال السميده رقيقه. صافي كنجمع المكونات بحال هكا. غادي نخليها في واحد الجانب حتى تشرب شويه. وطبعا من بعد ما غادي تشرب فانا غادي نبدا كنشكلها معكم. في هاد الوقيته غادي نشعل الفران ديالي ونخليه على نار اللي تكون مهيله بزاف. صافي، فانا هنا غادي نبدا كنشكلها من بعد ما خليتها شربات واحد شويه. كنبدا كنشكلها وكنديرها في السكر كلاصي. وطبعا السكر كلاصي خاصو يكون من النوع الجيد. فانا هكا كندوزها في السكر كلاصي وكنكمل بهذه الطريقه.
فانا في هذه الوقيته غادي ندخلها الفرن، ودائما غريبه فهي كطيب من الوجه ديالها هو الاول حتى كتشقق لينا، عاد كنطلعها الجهه الثانيه ديال الفران.